وانا بتفق مع الدكتور عمرو، حتى في الكواليس كنا بنتكلم واخر التفاصيل بتاعه شيكابالا وجده، ان العمليه لا اخلاقيه بالمره. يمكن معايا الزمالك يفرض عقوبه ماليه الاسبوع الماضي على المحمدي لتغيبه على التدريبات، وده كان امس زي ما بيقول لي حسام زايد. ونادي الزمالك استعد بقوه لبتروجيت. وقبل ما اروح لتقرير مهم جدا مع النجم عمرو زكي، اقف مع الدكتور عمرو عند سؤال مهم. بتروجيت والزمالك كلا الناديين طلب تاجيل 24 ساعه، الفريقين وافقا، مجلس اداره اتحاد الكره ليس لديه مانع، لجنه المسابقات وافقت. فجاه الموضوع تحول الى ازمه، وخرج علينا بعض المسؤولين وبعض وسائل الاعلام تتهم لجنه المسابقات بانها غير شرعيه، ورفضوا التاجيل، والقضيه مش تاجيل، هذا التخبط. رايك في ايه في اول حاجه في الموسم، في الاسبوع الثاني من الموسم الجديد؟ انا بدايه انا مع ان لجنه المسابقات دلوقتي مش شرعيه، لان لجنه المسابقات دي تم انتخابها من. بس فهمني ونبقى يا دكتور، ده يعني إيه مش شرعيه ازاي؟ هقول على كان لحضرتك الموضوع ده حيرني. اصبر عليا. اتفضل. تم انتخابهم من 16 نادي اللي هم كانوا بيمثلوا الممتاز الف السنه اللي فاتت. اه. طيب في 3 نزلوا وفي 3 طلعوا، يعني حصل 6 متغيرات. تمام. يعني المنصوره والمحله وبترول اسيوط نزلوا، مم. وفي المقصه وادي دجله وسموحه دخلوا. مم. هديك مثال، في عضو في لجنه مسابقات من المنصوره، اه، والمنصوره هبط. وهو المنصوره هبط. مفترض يبقى فاذا ممتاز كان بقى. يتم، لازم كان يتم انتخابات زي ما اتحاد الكوره شرع ان مم. كل سنه يتم انتخابات، ما تمش انتخابات. دي اول حاجه، فهم بيقولوا عدم شرعيه لجنه المسابقات من هنا اهو. الحاجه الثانيه التاجيل، احنا لحد دلوقتي مش عارف هل تم التاجيل ولا ما تمش تاجيل. رفض التاجيل. رفض التاجيل. إيه، اصرار رئيس لجنه المسابقات ان ما يحصلش تاجيل من تاني اسبوع، ليه حيثياته. وانا مع برضه حيثيات احمد انيس سوري اسامه الشيخ، اسامه الشيخه. ان هو بيتكلم بجزء تسويقي. اه. بس انا كان الكلام ده قبل الموسم. قبل الموسم، اقعدوا مع بعض نسقوا بالظبط. الجدولز كلها عشان يبقى معروفه. شكلنا حلو. ده احنا بنشوف الجدول اه. في انجلترا او في اسبانيا، بيبقى مطبوع وموزع، كل الجهات قاعدين بينسقوا. يعني انت مش عارف ان ماتش الزمالك وبتروجيت هيبقى في نفس توقيت الاسماعيلي وفي نفس توقيت ماتشات الاهلي. مم. هو بيتكلم كجزء تسويقي ان هو عنده اعلانات وعايز 24 ساعه عشان يقدر يستثمر، عشان يعوض الخساره بتاعت البث التلفزيوني. طيب عامة سيظل موضوع عدم التنسيق وعدم اللامبالاة مهما عملنا. انت بتهاتي من السنة اللي فاتت في التنسيق في موضوع البث، حتى انتوا في الممتاز بيه حتى الآن. انا عايز اقول لك حتى البث الفضائي، اللجنه السباعيه دي لجنه غير شرعيه لسبب بسيط، ان وادي دجله والمقصه وسموحه ما فوضوش اللجنه لان هم وافدين جدد، وفي 3 نزلوا. فاذا كان لازم يتم اختيار لجنه سباعيه اخرى بتفويضات جديده، كل سنه لازم الكلام ده يتم. عامة دكتور عمرو معانا تصريح للكابتن عمرو زكي، ولكن قبل ما نروح لتصريح عمرو زكي لنختم بيه فقرة نادي الزمالك، هنشوف عمرو زكي قال ايه لبرنامج فراعين الكورة اثناء تدريبات المنتخب قبل مباراة الكونغو. وهنرجع لكم تاني، انتظرونا. النادي الاهلي يتعرض للضرب في الجزائر، كل التفاصيل بعد الفاصل. لا، الزمالك راجع بقوه ان شاء الله، مش كلام. احنا اتفرجنا على الزمالك في مباراه حرس الحدود. في حرس الحدود لعبت حوالي 3 مباريات قبلنا، واقفين على رجلهم او جاهزين بنسبه 70 او 75%. نادي الزمالك بادئ 60% بحكم ان هو بدايه موسم بالنسبه له. بتلعب فرقه خبرات كبيره جدا زي احمد عيد، احمد حسن، بتتكلم زي حليم، واحد زي حليم. الناس دي برده خبرات في الملعب ولا وزنها. النادي الاهلي لما بيجي يلعب برده نادي حرس الحدود تبقى مباراه قويه، مباراه نديه، ما تبقاش عارف مين اللي هيكسب. تلعب بره ملعبك، داخل باين على نادي الزمالك طول ال 90 دقيقه ان هو عايز يكسب المباراه، في روح عاليه، الناس كلها عايزه تأدي. ممكن واحد مش موفق، ده ممكن يكون طبيعي. شايف ناس كتير انتقدت احمد غانم. احمد غانم لاعب كويس جدا وعامل الدور الثاني كويس جدا، دفع نادي الزمالك وان هو بيجدد له، النادي الاهلي اتكلم معاه. لا، انا شايف ان هي لسه ده اول مباراه بالنسبه له. طبيعي ان ممكن واحد لعيب ماتش واثنين وثلاثه ما يبقاش موفق، ده طبيعي، ده مباراه يعني، ده بدايه موسم لسه. وشفنا في اكتر من نجم مش لسه ما في اول ماتش ما ظهرش، وشفنا ناس ثانيه مش نجوم عملت مباراه كويسه جدا. لا، انا شايف مجملا نادي الزمالك شكله كويس، شكله كويس الموسم دوت. تاني حاجه انا شايف ان برضو ان الناس اللي اتكلمت على تغيير الكابتن حسام، لا انا شايف ان شيكابالا اتغير عشان كانت قدام وجعته. شايف عمرو زكي انا اللي طلب التغيير، لان كنت فعلا تعبت جدا وطلب الدقيقه في الدقيقه 40. والراجل يعني ايه المشكله لما لعيب بيخرج في الدقيقه 40 او في الدقيقه 30؟ دي وجهه نظر المدرب، لكن انا اللي طلبت التغيير وكان لسه 5 دقائق على المباراه.
حسين ياسر كان راجل ما جاش لمده حوالي 8 ايام او اسبوع. الراجل عمل مباراه كويسه جدا وكبيره جدا في حجم ان هو لسه مش واصل بدنيا 100%. بالعكس كمان الناس كانت بادئه، يعني اللي كانت سابقاه. الكابتن حسام في فرقه لما يمسك بدايه، مسك فريق وعمل بيه اعداد كويس، شاف كل اللعيبه، جاب عناصر على اللي هو مش هقول كل العناصر اللي هو كان عايز يجيبها، لكن جاب حتى الاثنين ثلاثه لعيبه اللي جابهم كابتن حسام عمل كويس جدا. اشتغل مع اللعيبه حوالي 40 يوم، فشايف ان هيبقى ليه شكل السنه دي بعكس السنه اللي فاتت. الراجل انا شايف ان هو يعني عمل انجاز السنه اللي فاتت في المركز ال 13، خد ناس لسه ما كانش يعرفها، خد لعيبه صغيره دخلها، عمل فريق بقى عندك مجموعه من الناشئين كتير جدا. كل ده نجح للكابتن حسام. انا بالنسبه لي مش موضوع الاحتراف الاساسي عندي دلوقتي، انا الاساس عندي ان انا ارجع كعمرو زكي. ده واحد، ان انا اكون راجل عندي منافسه على لقب هداف الدوري، عايز نفسي احرز بطوله الدوري مع نادي الزمالك، نفسي اسعد جمهور نادي الزمالك كله، لان الجمهور ده فعلا تعب كتير جدا. احرزت طبعا بطوله الكاس، لكن طموح جوايا داخلي ان انا نفسي احرز بطوله الدوري. عنده طموح ان انا باذن الله منتخب مصر نفسي اوصل كاس عالم، لان في حاجات معينه انا كلاعب نفسي احققها. أتوبيس الأهلي يتعرض للضرب في الجزائر. خبر طبعا محزن للأسف الشديد، ومدير تحرير البرنامج والصحفي بجريدة الشروق والمتواجد حاليا مع بعثة النادي الأهلي وهو مراسل برنامج فراعين الكرة في الجزائر سيكون معنا بعد قليل. ولكن قبل ما أروح للتفاصيل استوقفني الدكتور عمرو، قال لي قبل ما تسترسل في الموضوع ده أنا عايز أقول رأيي، لأن أنا ما زلت مهتم أن العلاقة مع الجزائريين أكبر بكثير من مباراة كرة أو من تصرف عشوائي من متعصب. اتفضل يا دكتور. ده رأيي، ويمكن أنا سمعت الكابتن حسن حمدي بيقول نفس الكلام، إن حادث فردي من فرد أو فردين زي ما حصل هنا بالظبط، رمى طوبة عورت أسامة حسني وأحمد سيد إصابات بسيطة، وأشاد برئيس نادي شبيهة القبائل الجزائري وبالمسؤولين الجزائريين، وقال إن ده مش هيأثر على لعيبة النادي الأهلي في مباراة بكرة. اللي أنا عايز أقوله، إحنا دور الإعلام عشان ما يبقاش فيه ازدواجيه برضو، لان احنا دلوقتي ما ممكن ننفخش في النار. لا احنا كنا شفنا في احداث مصر والجزائر اعلاميين بيطلعوا يقولوا كلام وبعدها بكام شهر بيقولوا كلام عكس الكلام. احنا لازم كلامنا يكون واضح، ان الحوادث الفرديه في كره القدم سواء داخل الملعب او خارج الملعب لا تعبر عن علاقه ما بين شعوب عربيه او حتى شعوب في بس في اتجاه. تجاوز يا دكتور، ما يعني التجاوز، انا عايز اقول لحضرتك التجاوز اللي يعني بيحصل. بعد الاستقبال اللي حصل في القاهرة والإسماعيلية، أنا تمام. شخصيا لم أكن أتوقع أن يكون هناك هذا التجاوز الغير أخلاقي. مش هتقدر تمنعه، انت هنا الاهلي والاسماعيلي. خلينا بس نفصل ما بين التجاوز إنه غير أخلاقي وما بين العلاقة زي ما أنت لا، بتقول. هي احنا مش عايزين نكبر الموضوع. الكلام ده بيحصل لي انا في طنطا بلاعب طنطا 15 اتوبيس، 6 اتوبيسات بيكسروا نادي النصر، واحنا يعني علاقه طيبه جدا بيننا وبين بعض. ده وارد، هو بقى سلوك. خلينا نتكلم السلوك العام بتاع الجماهير العربيه بقى مختلف، بقى فيه تعصب ما بيدلش على علاقه الشعب مصر والجزائر. احنا خلاص تجاوزنا الموضوع ده، مش معقول حادث فردي هيخلينا نرجع تاني لنقطة الصفر فيما يخص العلاقات المصرية الجزائرية. فأنا ضد إن احنا نضخم الحادث الفردي ده. يمكن ده يخليني اروح معاك بالامس يا دكتور. زي ما جاء في مجمل الصحف الجزائريه، كان فريق الاعداد عمل لنا رصد للصحف الجزائريه قالت ايه قبل ما اروح للتشكيل واروح للجزائر مع زميلي محمد الديك ونشوف الدنيا فيها ايه هناك والبعثه اخبارها ايه. اجراءات امنيه غير مسبوقه والمباراه بشبابيك مغلقه. هم بيفسروا شبابيك مغلقه في الجزائر الصحافه الجزائريه، يعني ما فيش بيع تذاكر قبل المباراه حفاظا على الامن، وان في اجراءات مفيش امنيه. بيع تذاكر قبل المباراة ولا ايه؟ بيبيعوا تذاكر بعد المباراة؟ لا، اخرهم مثلا النهارده، لكن بكره الحد ما فيش بيع تذاكر. يعني قبل قبل المباراة المباراه مباشرة. مباشره. فدي بيسموها شبابيك مغلقه. المباراه بشبابيك مغلقه، ليس هناك شبابيك بيع تذاكر قبل المباراه بساعات. يعني غدا الاحد ليس هناك بيع تذاكر، وان النادي الاهلي استقبل بالورود قبل الطوب. ولكن خليني اقول لك على انت حاجه. برضو عايز تسخن ورود قبل لا الطوب؟ لا لا، اصل بص اقول لك، انا مش بسخن، بالعكس انا موضوعي جدا. انا اجيب لك تصريح بعد اذنك يا دكتور من جريده، انا مش عايز اقول صحف ولكن خليني اقول لك التصريح ده من احد الصحف الجزائريه وانا معايا بالمستند. بيقول لك ايه: استقبال تاريخي للاهلاويه يثبت ان احنا مش بتوع الطوب. ده اول امبارح، ده امبارح قبل الاهلي ما يتضرب. بص اهو عندي اهو
شايف واخد بالك؟ اجراءات امنيه غير مسبوقه، والمباراه بشبابيك مغلقه، القبائل يستقبلون الاهلي المصري بالورود